بعض. اي نعم، لقيت كل اللي انا عايزه، الاهتمام والدلع والحاجات دي كلها اللي مراتي بقالها فترة مهملة فيها، وكل ده كان عاجبني جدا على الاخر. وفعلا فضلت على الحال ده لحد ما بدأ يحصل ما بيننا خلافات ومشاكل كتير جدا، وساعتها انا وهي قطعنا ورقة الجواز العرفي، وكل واحد بعد عن التاني وبعدنا عن بعض خالص. بعديها بفترة عرفت ان هي متقدم لها عريس. لما لقيتها بتكلمني وبتقولي لا انا مش هقدر اكون مع الشخص ده، انا بحبك انت وعايزاك انت عارف انت عندي ايه وي 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 والكلام ده كله. وانا قلت لها لا خلاص انا مش عايزك، ويا احسن حاجة انك انت تشوفي حياتك مع العريس اللي متقدم لك ده وربنا يساعدك. وقفلت في وشها. فضلت تحاول تكلمني كتير، وانا ما بحاول على قد ما اقدر ان انا ما تردش على مكالماتها، واني انا ما اتكلمش معاها نهائي. وفضلت كده لحد ما فعلا هي اتجوزت من الشخص اللي هما اهلها غصبوا عليه ان هي تتجوزه، وفعلا اتجوزت. وقلت خلاص بقى ربنا يهديها ويسعدها معاه. وانا طبعا كنت خلاص يعني هي ما بقتش فارقة معايا اصلا، الموضوع انتهى بالنسبة لي وكل حاجة انتهت. المهم بعديها بفترة لقيت رقم غريب بيرن عليا، ولما مسكت الموبايل ورديت وقلت الو، ساعتها قالت لي الو انا فلانة صاحبة فلانة اللي كانت مراتك عرفي. طبعا انا سمعت كده خير، كنت متوقع ان هي هتحاول تقولي مثلا دي عايزة ترجع لك والكلام ده. افتكرت ان هي ممكن تكون اتطلقت من جوزها ولا حاجة. قالت لي انا عايزة اقابلك واتكلم معاك في موضوع مهم. قلت لها بقولك ايه، لو اي موضوع بخصوص اني انا وهي نرجع، انا مش عايز ارجع والكلام ده كله، بما انها ان هي كانت معرفاكي ان احنا متجوزين عرفي. ايوه هي كانت حكالي على كل حاجة، بس الموضوع مش كده خالص، انا عايزة اقابلك واتكلم معاك في موضوع تاني خالص. وفعلا حددت ميعاد ورحت علشان اقابلها. ولما قابلتها وبدأنا نتكلم قالت لي ده هي حكالي على كل حاجة، حتى علاقتكم مع بعض وانتوا بتكونوا مع بعض وكده. وبصراحة كان بيعجبني جدا كلامها واللي هي بتقولهولي عنك، وبقيت حابة انك اني اجرب انا كمان. ايه تجربي؟ ايوه، فيها ايه يعني؟ انا جوزي مسافر